انتي مش متعلقة بيه، انتي متعلقة بإحساس الحب والحنان والاحتواء اللي افتقدتيهم في طفولتك، وافتكرتي انك هتلاقيهم عنده لما حسيتي بحلاوة البدايات معاه. وقفتي حياتك عليه، فضلتي تلاحقيه وتجري وراه وتخنقيه طول الوقت، وكل ما يغيب عنك يزيد جواكي إحساس الخوف من الوحدة والهجر. وكل ما تتعلقي بيه أكتر كل ما هو بيطلعلك أسوأ ما فيه، لأنه خلاص ضمنك، أخدك فور جرانتد. مهما عملتي فيها هتفضل موجودة وهتفضل تحبني. هتروح فين يعني؟ هتبتدي تكتئبي وتحسي ان هو نرجسي، وتتفرجي على فيديوهات الرجالة النرجسيين وتقارني بين تصرفاتهم وتصرفاته، مع ان هو نفس الشخص لو انفصل عنك وارتبط بواحدة تانية غيرك استحقاقها اعلى وثقتها في نفسها اعلى، هيكون تصرفاته معاها مختلفة عن تصرفاته معاكي تماما. انت في علاقتك معاه بتجري وراه طول الوقت، وهو في علاقته معاها بيجري وراها طول الوقت. يبقى المشكلة فين؟ المشكلة فيكي انت ولا فيه هو؟ مشكلتك في جذور التعلق اللي هتخليكي تتبعي نفس أنماط التصرفات مع كل شخص يدخل حياتك لحد ما يمل ويهرب من العلاقة. لو عايزة تعرفي أكتر عن جذور التعلق تابعيني، ولو عايزة مساحة آمنة تفضفضي فيها من غير حكم وتعرفي نفسك أكتر في سرية تامة، احجزي معايا جلسة كوتشنج على الرقم ده. أنا منى البكري، دكتورة في الصحة النفسية، لايف كوتش معتمد، أخصائي علم نفسي إيجابي.